اهلا 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 اهلا. النهارده الجو حلو مفيش مطر اظن دلوقتي خالص. احنا في ماليزيا في كوالالمبور، مع ان في ريحه رطوبه ريحه مطر بس هي مفيش مطر. فاحنا دلوقتي نازلين وقت المغرب كده، الوقت ده جميل جدا جدا يعني. تلاقي الشوارع هاديه والاماكن نظيفه. اهم حاجه بصراحه اللي انا نازل لها دلوقتي اللي انا اجرب اكله جديده مثلا او حاجه. بس كنت ايه عايز يعني اوريكم المنظر هنا قبل ما نروح ناكل، عشان ما افتحش دايما على المطعم بس. في كذا هنا حديقة بس ابعد شوية، احنا ممكن نبقى نروح حديقة منهم. بس هي الاستجمام بس. آه دلوقتي احنا هنشوف بقى مطاعم جديدة ممكن يكون فيها، مش عارف، ممكن يكون في عرب في طريقنا ولا لا، ما اعرفش. بس المره اللي فاتت اتصدمت اللي في واحد عربي كان قريب مني فانا اكلت منه امبارح. هنشوف النهارده ايه الدنيا فيها ايه. طبعا انت بتعرف ما تنزلش وتعرف تطلب بولت. على فكره بولت ارخص من جراب بكتير، واللي ما يعرفش الابليكيشن الاتنين دول عاملين زي اوبر عندنا، اللي هم ناس بيوصلوك، بس هنا بتبقى ارخص يعني. انا قلت كذا مره دي، بس انا بحب اعيدها عشان اللي بيجي هنا بيكون حابب ان هو يجرب وحابب ان هو يعني ي... ايه ياخد المعلومه على طول يعني. فممكن ما يروحش للفيديوهات التانية فيروح للفيديو ده. فانا بقول لك الفيديو ده بولت هو شركه المفروض ان هي بعد جراب هنا، فعشان كده هي بتحاول تكسب السوق فبتقلل تمنها. يعني ممكن مثلا يعني رحلة جراب اقل حاجة هيعملها ب15 رينجت، تلاقي بولت بيعملها ب8 9. فاهمين؟ فممكن يبقى نص السعر، ساعات اقل. يعني انا كانت في مشكلة وانا قلتها في فيديو قبل كده، ان هنا بيستغلوا ساعات انك بتروح حتة وبعد ما تروحها يعني بيعملوا لك سعر يكون قليل. ممكن يا عم يقول لك ب10. طبعا مفيش حاجة ب10 في الجراب تقريبا، بس نقول لو مكان قريب هيبقى فيه، بس يعني ب10 وانت راجع ممكن يضربها لك في 5 تبقى ب50. يعني انا كنت باجي هنا عشان انا كنت بعيد عن هنا اللي هو السنتر، كنت باجي بتاع ده شكله حلو وجت بالحظ دي. ثانية هوريكم ايه اللي بتكلم عنه. كنت باجي ب50، اول ما كنت بوصل بقى عند الKLCC اللي هو البرجين التوأم، اظن هيكونوا واضحين من هنا ولا لا، مش عارف، لا مكان تاني. وانا راجع يقول لي لا ده انت هترجع بحاجه 70 حاجه و80. في مره قال لي 100 وايه كتير، فاهمين؟ فانا عايز اوريكم ده بقى منظر جميل بتاع الغروب هنا. فايه فالحته دي فيها استغلال بطريقه مش حلوه، فعشان كده انا بحب بولت ساعات كتير. انا عايز ادخل المطعم ده، ممكن اجرب فيه حاجه المره دي، بس انا كنت عايز اوريكم اللوجو ده. شايفين فود باندا ده حاجه عامله زي جراب بس للاكل بس. انت بتطلب بيوصل لك ديليفري للبيت عندك. فاي حد في ماليزيا لسه جاي جديد ده اول يوم ليه، تعالى استخدم باندا ده. انا دلوقتي هدخل بقى اجرب الدنيا فيها ايه. انا معرفش في حد اصلا ولا شكلي انا الوحيد اللي شكل هو مكان منظم قوي، حاطين جنب كل بتاع، بس تقريبا مفيش حد جوه اصلا. فانا ايه غيرت رايي عشان ايه لسه هنتظر كتير قوي عقبال ما يبداوا يشتغلوا ويبداوا يسخنوا. اما انا بحب اروح لمكان بيكون مليان يعني، فالناس بتكون اصلا الطباخين في مكانهم والسيرفيس في مكانهم، فبتكون كله بيتعمل في وقت اقل. بس فالباندا ده فود باندا ده بيوصل اكل. طبعا هنا في ماكدونالدز وفي الحاجات التانية، ولو اني انا ما برشحش الحاجات دي، لان مش عارف انا ما بحب اعمل مع المقاطعة تقريبا يعني. بس هنا بتبقى رخيصة يعني، هنا بتبقى رخيصة مش غالية بالنسبة برضو الاكلات التانية. وانا قلت كذا مرة وبحب كالعادة اعيد نفسي في الفيديوهات، عشان لو حد هنا ده اول فيديو ليه
بفهمه يعني رينج الحاجات كام. هنا الدولار ب4 رينجت، 4 وحاجة رينجت، يعني نقول 4 رينجت. الاكل اقل حاجة خالص في اليوم هتاكل ب12، ده اقل حاجة. في اكل بيكون اقل، بس ايه اما انت تفهم الدنيا. يعني مثلا هنا بيفطروا ب7 رينجت، ده اللي انا اكتشفته. انا ما افطرش فطارهم، وفطارهم بيكون بالنسبة لي كأنه تقيل، يعني رز ببيض. احنا متعودين حاجة بسيطة كده، عيش شاي مع حاجة خفيفة، فاحنا مش متعودين على الاكل التقيل. هنا لا، انا عايز اوريك، او انا لسه ما اعرفش برضو كل حاجتهم. خلي بالك ان انا اكتشفت ان انا ما اعرفش برضو كل التفاصيل الممكنة عن دنيتهم. انا ممكن ادخل هنا اكل واخلص من الليلة دي، ولا اكل معاكم في وسط البلد، مش عارف. شوفوا يعني حتى محل صغير هنا بيتعامل مع فود باندا ده، شايفين اللوجو فود باندا. فانت ممكن تطلب وتعمل. انا حابب امشي معاكم شويه، ممكن ناكل من عند برجين التوأم في المطاعم اللي حواليه ممكن. شايفين يا جماعه الستيكس والحاجات اللي ورايا دي بيعملوها حلوه جدا، بس خلي بالك لان في طرق منها بتكون محلونه جدا، يعني كانه حاططها، مش حاطط بقى دبس رمان والحاجات دي، لا لا لا، حاططها في عسل اسود حرفيا، تكون محلونه جدا. فاللي مش بيحب، انا عن نفسي ما بحبش انا افتكرت قبل ما اجي ان انا ممكن بحب عادي الخبط في الاكل يكون مسكر جنب مالح، بس لا، انا قصدي يعني مالح ومسكر في حدود. والاسعار هنا والله حلوه، المكان ده اسعاره حلوه، يعني حاطط 6 على السندوتش برجر و5 ونص، حلو جدا. بس انا هاكل معاكم هناك بقى عند الKLCC عشان الناس حافظينها معاهم. والوقت ده بسبب ان لونهم سيلفر بيعملوا ريفليكشن حلو قوي. فساعات انت بتلاقي حاجتهم محلونة جدا، فانت تركز في الحتة دي وتخليه ممكن ساعات يدوقك. يعني لو هو معاه ساعات بيكونوا حاطين طبق كبير فيه الاكل، انت ممكن تسأله سويت ولا لا. لو ما فهمكش ومعاه يعني كمية قدامه، ممكن تاخد منها معلقة، خد منها معلقة عادي عشان تعرف انت بتاكل ايه وتشرب ايه يعني. بس ف خلوا بالكم من حته الاكل هنا. وعلى فكره كل اسيا كده بيحبوا يحطوا وكمان في اكلهم حاجات، عارفين الهيل والحاجات العطريه دي في الاكل بيحطوها كتير قوي. يعني انا عايز اقول لكم عندهم هنا في نبات، عندهم هنا ايه، عطري بزياده لدرجه اظن اللي بيعملوا منه منظفات. عارفين المنظفات اللي بالليمون؟ حرفيا طلع اظن النبات ده دايما الاقيه في الشوربه بقى، يحط لي الشوربه وفجاه ادوق طعمه. انا افتكرت في الاول ممكن يكون هم غاسلين البتاع فكنت بسيبه، فلا، اكتشفت اللي هو نبات، عشان انا غصب عني قطمته قبل كده وكلته فطلع الطعم الزياده ده. وبيوصل ان هو بيبقى عامل زي الجينجر، بيبقى يلسع بسيط كمان، مش مجرد يعني مش مجرد ان هو نفاذ في الريحه، لا ده كمان في الطعم نفسه. في هنا مطعم وفي ناس عندهم. انا جيت هنا قبل كده ولا ده واحد تاني تبعه تقريبا؟ هو ده، لا ده واحد، ده نفس تقريبا البراند بس فرع تاني. وطلع عندهم في البراند ده، انا بس مش عايز اشاور قوي عشان اول ما بشاور الناس بتبص بيفتكروني بشاور عليهم. بيكون حاطط مثلا سمك، بس هو عادي بيبيع فراخ ولحمه. عشان شفت فيديو من فيديوهاتي كنت بعمل ايديت كده بسيط، اكتشفت ان مكتوب فيه فراخ، فركزوا في الحته دي. ثانيا عايز اقول لكم معلومه انا سمعتها بس ما اعرفش يعني هي صح ولا لا، بس اظن انها صح. ايه هي بقى؟ احنا دايما نشوف بنتحرك بنعمل كده بايدينا وبنشاور كده، صح؟ في ماليزيا، انا ما اعرفش هل في ماليزيا بس ولا في كل اسيا، اظن ان هما بيعتقدوا ان دي نوع من انواع يعني عدم الاحترام شويه. انا ما كنتش عارف الحته دي خالص، وغصب عني بنسى ان انا بقالي كام سنه طول حياتي بستخدم صباعي ده، هما بيستخدموا صباعهم ده. فانت لما تكون عايز، انا سمعت كده ما اعرفش قد ايه صح ولا لا، بس انا في الهوم سيرفيس عندي في الاوتيل اما استخدمت صباعي كده حسيت ان هو اتضايق بسيط. فساعات بيعتبروها اللي هو انا مش شغال عندك، يعني لما تيجي حتى تطلب مساعده من حد ما ينفعش تكون
يعني شخص انت اصلا عايز مساعدة، فانت ازاي تكون مش محترم معاه؟ فيعني اكتشفت الحتة دي شوية. هما بيستخدموا الصباع ده، مش عارف ليه، اول مرة في حياتي يعني. حتى في الاجانب بيستخدموا صباعهم السبابة، هما بيستخدموا الابهام. فعايز يشاور يقولك يمين شمال فوق تحت مش عارف ايه. فتركز الحتة دي. فاكر الحتة دي في الفيلم اللي هو تقريبا غبي منه فيه، مش عارف، بفتكر الفيلم ده بقالي كتير اليومين دول. ساعة بيقول له هنمشي يمين شمال وهنتمسك هنا. بس فخلي بالك وانت بتستخدم يعني لغة الجسد، لأن لغة الجسد بتختلف معناها. واحنا كشعوب عربية احنا يعني ايموشنال قوي مع استخدام كل تفاصيلنا واحنا بنتكلم. يعني لو انا متعصب بتلاقيني بتكلم دايما وانا اعمل كده ولغتي عنيفة وكده، ولو انا فرحان بتلاقيني برضو بزقطط وانا بتحرك وايدي ورجلي والدنيا يعني. فغصب عننا احنا ممكن نعمل حاجات زي بقولك الحركة البسيطة دي فيفهموها غلط خالص. يفهمها اللي انت بقى جاي تتعمل عليا او كده، مع انها بعيدة تماما، دي مجرد حرفيا اشارة، بس هم ما بيفهموهاش كده. احنا هنا وصلنا للبوابة. انا اكتشفت كله بقول لكم فتح على بعضه هنا. فالبوابة دي انا رحت لها يمكن ب4 طرق او 5 طرق مختلفة اصلا. دي طريقة جديدة. العربية الجامدة دي، ايه العربية الجامدة دي؟ ما شاء الله. المهم البوابة دي بقى في طريق فيها. الطريق ده عبارة عن ايه؟ عن محلات وحاجات ثقافية بتاعتهم. شوفوا اللون يا جماعة بسبب الإضاءة بقول لكم. المهم فبيقدموا أكلات وبيقدموا حاجات بتبقى جميلة جدا. مع العلم ان زي ما قلت لك دايما حاول تركز وانت بتطلب. ولو انا ساعات برضو مع ده كله بكون مش عارف ازاي اتاكد وانا مثلا في مطعم وجو يعني طيب انا مش عارف اتكلم، هوقف. ولو انا رحت هناك كده وطلبت حاجه هقول لكم، عشان مش عارف اظن اتكلم كده ولا ايه. اخيرا وصلت هنا بعد الدنيا ليلت اصلا، بعد تردد كتير اللي انا اجرب ايه وما اجربش ايه. فواحد من اشهر المطاعم اللي هتيجي قدام برجين التوأم هتلاقيها هي دي. ثانية بس اعدي احسن. هنا انا هنا حرفيا مش في وسط البلد، ده انا مش عارف اقول فين تاني يعني. في وسط البلد. ليه بقى؟ لان هي الابراج هنا على طول على بعد دقيقة يعني. انا في اخر الشارع ده اللي هو ده قدامهم اصلا في بقى المطعم ده. فاحنا هنروح للمطعم ده نشوف ايه نظامه، لانه مشهور جدا جدا هنا. وانا نزلت تقريبا من مكان العربيات ولا مكان البشر مش عارف، بس عادي انا نزلت المهم وصلت. المفروض هنا اسمه حاجة كنداري، يعني ناسي كنداري اللي هو رز كنداري. ده طبق مشهور قوي هنا، طبق ماليزي مشهور بيحطوا جنبيه اضافات وحاجات. فاحنا عايزين نقعد كده في مكان مع حالنا نجرب براحتنا. فين يا بهاء؟ فين يا بهاء؟ هشوف اهو. مكان مليان للاسف هنا، فانا هروح. انا عايز مكان فاضي شويه الصراحه عشان انتوا تعرفوا تسمعوني ونعرف نطلب. مش عارف ايه. المهم تعالوا نقعد هنا ونطلب. ولو اني بتعب لو انا جبت اختيار غلط هزعل. تعالوا نجرب الدنيا. انا عرفت ان الاكله دي اغلبهم بيعملوا فطير بالموز يا جماعه. ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده؟ شايفين الحاجات دي؟ استنى اقرب لكم. ده فطير بالموز بالعسل او سكر. ده انا كل الكالوريز اللي انا خلصت منها هاخدها دلوقتي، هرجعها تاني. بس عايز حد ناسي and ايا ناسي ايا chicken and rice.
Yes, you go in the Fridays, you are down. Normal rice. Right here? What is here? Here, Rudy, dosa, naan, Fridays, noodles. We can try noodles. Where is it here? Where is the menu? Scan the menu من ثاني؟ Alright. هو قال لي لو انت عايز رز عادي والكلام ده، عشان كنت مش عايز الخبط جامد، بيقول لي روح لهناك. والله هو هيجيب لي المنيو. كان بيقول لي اعمل له سكان هنا، بس هو جابه لي. طبعا انت تحس المنيو شقيان يا جماعه، اللي هو في ناس كتير هنا بتيجي يعني. ودام لقيت كده اعرف ان في ناس كتير بتيجي هنا، دي علامه حلوه. احنا ممكن نجرب المره دي نودلز. احنا كل شويه ناكل نفس الاكله، بس يا رب تكون حلوه. بس هو انا مش شايفها، انا الوحيد اللي مش شايفها ولا ايه؟ هو في نودلز دي الوحيده اللي انا قاريها هنا اهي. انا عايزها بالفراخ. انا شكلي هروح للرز التاني والفراخ ولا ايه؟ بخاف ان انا اجرب ويكون طعمها مش الطف حاجه. انا بحب اجرب اكيد الجديد، بس انا جربت كتير لدرجه بقت بعتني ببطني اكتر. هنا جايبين سمك وحاجات تانية. بقولكوا انا هطلب لا اما ممكن ده لا اما النودلز تشيكن تيكا، بس يا رب ما تكونش سويت. انا اهم مشكله عندي هنا السبايسي او يكون محلول. هنا على فكره البيض بيكون رخيص، يعني لو انت عايز تفطر تقدر تيجي هنا تجيب لك بيض وتجيب لك الحاجات دي، هتفرح قوي يعني، هتظبطك جدا. اللي هو الفرايد ايج، مش عارف كذا نوع هنا، بيض ومع عيش او رز الصبح كده، يعني هما بياكلوا كده هنا. فانا هطلب، عايز اطلب، مش عارف الواد ده هو اللي عايز اطلب منه دي، بس انا خايف تكون تشيكن تيكا. Is it sweet? Is it sweet? Chicken. No. Spicy? Alright, I want this and rice. But don't put a lot of spicy. Alright. Chicken tikka medium spicy. No spicy here. Kebab, yeah, right. Alright, kebab and rice maybe. هو هيظبطني. نو انا بيقول لي الحاجات انا هبقى اشربها بره بقى. انا مرهق، مشيت كتير اوي. انا جبت مفاجأة المرة دي، جبت الترايبل. اول مرة من ساعات، يمكن كذا مرة اللي انا انزل لكم الفيديوهات دي ما بجيبش ترايبل ساعات كتير اوي، انا جبته المرة دي. فهحطه وانا بكلمكم كده، ممكن اسجل بيه، ممكن اجرب بعديها لو انا لسه في مكان في بطني الفطير بالموز ده، وهاخده معايا تيكاوي. ممكن اخده معايا تيكاوي. بس كده هقفل معاكم دلوقتي، واول ما يجي الاكل هصوره لكم ونشوف ايه نظام. يلا. كتير انا عملوه، قعدوا شويه الصراحه، هم منظفين بس عشان المكان مليان ناس، فجاب لي انا طلبت، عرفت ان انا طلبت في الاخر كباب فراخ مريض، فهو ده
بس ما جابليش الرز، فهو لسه المفروض هيحط لي الرز وهيجيبه لي دلوقتي اهو، عشان انا طلبت الرز ده فشوف ايه نظامه بقى. هو تقريبا هو اللي بيعمله لي هناك ده، ف يا رب يكون هو. بس عشان قعدوا كتير دلوقتي، يعني قعدت يجي تلت ساعة مستني الأكل، مش عارف ليه، مع إن الحاجات هنا بتكون متحضرة جاهزة. فهشوف هو ده ولا لأ. الحاجة الحلوة والوحشة في جاب لي الرز اهو، حطت بسمتي ابيض على اصفر على جزر صغير، او حاطين ده لون بس ده مش جزر، ده لون. تعالوا اوريكم. مشكلة بقى الطريقة ده ما بعرفش زي ما يكون على ايدي اهو اهو. طبعا معروف طعمه والكلام شوية، بس هم حاطين صوص هنا لونه اخضر مصفر. ساعات بيستخدموا الحلبة كتير. عارفين السحلب في مصر؟ عارفين حاجة شبهه يعني، في الآخر طعمه بيكون شبهه بسيط بس مش حلو. وحاطين ليمون وبصل والدنيا يعني. بس أنا هاخد صورتين بس كده للأكل وهرجع لكم أنا أما أدوق وهقول لكم رأيي برضو. أنا غالبا ما بحبش أطلب أي حاجة شرب معاه، عشان إيه؟ أنا أصلا بحب أمشي هنا كتير عشان الواحد يحرق الدهون وكده. فلما انت بتطلب حاجه في وسط الاكل انت بتضطر مثلا انك تقعد تشرب منها. الحركه دي اصلا اللي بتعمل كده. وساعات انا كمان بحب اجيب الحاجه البارده او كده وانا ماشي. بس يعني هي وجهه نظر، معرفش صح ولا غلط، بس يعني تعالوا نشوف الرز بقى ايه نظام. تحفه. ده احسن رز ادوقه من ساعه ما جيت هنا هما بيعملوه. رز جميل جدا بصراحه. انا عايز ادوق الصوص برضو الغريب ده. شوفوا لونه مخضر كده شويه. مشطشط. الفراخ حلوه بس الصوص غريب شويه. دايما بكون بفكر هو طعم ايه عندنا، بس بقعد فتره افكر فيه. مش طعم حاجه عندنا. هو ده عموما عشان ما انساش الوجبه دي اللي بيجي هنا او لسه جايه، او انت اصلا في ماليزيا وعايز تشوف تاكل ايه. الوجبه دي اسمها كباب ماليزي. المطعم ده مشهور جدا يا جماعه، اسمه كاندار. اسمه ايه؟ ناسي. كاندار حاجه زي كده. فاول ما انت هتيجي هنا هتلاقي دايما المكان ده شكله كده زي مباني كبيره اوروبيه. هو ده يس. بيحتاجوا ياخدوا مني كل شويه عشان الناس تطلب، عشان انا ساعات بكسر اعمل الاب. هم عاملين زي باركود بتدخل عليه الاب على الموبايل، ف دي حركه حلوه الصراحه. بس ساعات لاحظت ان احنا في الموقف الواقعي بقى انت بتحب تشوف تمسك بايدك المنيو. طبعا اهلنا في السعوديه والخليج بيحبوا، هي وجهه نظر برضه شويه يعني، لما انا باكل حاجات تكون ناشفه شويه بتحب تبلعها يعني في حاجه. بس لاحظت ان اهل الخليج بيحبوا قوي يجيبوا الصودا ويشربوها في وسط الاكل. هي وجهه نظر يعني. انا دلوقتي لما لقيت الاكل ناشف شويه يعني ما كانتش هتبقى مشكله لو طلبت ميه كمان. بس انا بحاول يعني ايه ما بهدرش اللي انا بعمله يعني. انا بحرق كالوريز وهروح اعمل ابوظ تاني فيطلع لي نفس الكالوريز من الحاجات دي يعني. بحاول اقلل شويه الحركه دي. عامله زي فكره بعد الجيم لقيت محل دونت جنبك. هي فكره حلوه بس مش مكانها.
ولا مكان حلويات ولا جاتوه ولا بتاع. فانت كل اللي عملته في الجيم وبتحرقه وعامل كارديو ودنيا هتبوظه في الاكل. انا وقفت ثانيه عشان كان المايك عايز احطه، كنت لسه بقول لكم وانا مش داري ان هو ما بيسجلش. هو فتح ولا لا؟ انا الفيديو قفل وانا بحط المايك. قلت لكم ان انا ساعات المايك بيعمل الدوشه، بس مشكلته ساعات بيكون صوته مش واضح شويه، بس احسن من الدوشه اللي انتم سامعينها في الخلفيه دي. بصراحه الرز جميل جدا، عاملينه حلو قوي قوي. هي بس الغريب طبعا هنا شويه الصوص اللي حوالين الكباب، بس الكباب نفسه تحفه. هو نفس الكباب بتاعنا مع وضع شويه بهارات زي مثلا الايه، حاجه شبه الحلبه كده. هو مش محلول، هو مملح حلو زي الكباب بتاعنا تقريبا، جنبه ليمون فواخد من طعمه، فطعمه حلو يعني. بس كده، هي دي الاكله الجميله. اول برضه ما اطلع ممكن اجيب من هنا. لو انا جبت فطير وكلت هنا هفتح لكم. لو انا جبت حاجه تانية برضه هشوف لكم، او هاخدها تيك اواي واجربها هناك. بس لو في حاجه جديده انا جبتها هفتح لكم يعني. هسيبكم دلوقتي. هو تقريبا بيعملوا هنا قصب ولا ده عصير؟ لو قصب ده انا عايز ادوق قوي يعني. هشوف بعد ما اخلص يعني، او احسن من الصودا والقصه دي، وارجع لكم. كلنا اهو يا جماعه، طالعين من مكان. شوفوا هنا البرجين على طول، هنا المكان ده اهو. شوفوا الاسم ده، استنى اوضحه لكم. راح فين الاسم؟ راح فين الاسم؟ الاسم الناحيه التانيه تقريبا. مشكله اما اطلع. هو اسمه ناسي كندار تقريبا. اهو هو ده اللوجو بتاعهم. مشهور جدا جدا هنا يعني. اللي هنا هيستغربوا اللي انا بتكلم، مشهور قوي يعني. بس انا بقول للناس ايه، للناس اللي اول مره يجوا، نفس الاسعار كلهم يا جماعه. انت ممكن تيجي هنا تفطر احلى فطار. بيعملوا احلى بيض هنا، كذا نوع، لو عايز مسلوق، لو عايز مقلي، اللي انت عايزه يعني. عيون مش عيون، كل الكلام ده بيعملوه هنا. اصلا من اهم وجباتهم زي ما قلت رز مع بيض اصلا، بس مسلوق. فانت تيجي هنا تفطر حلو جدا جدا لو انت قريب من هنا. و... وارجع تاني للقايمه كده. لو انت جيت هنا ومش عارف تاكل ايه، ارجع للقايمه. هتلاقي دايما كلمه ناس يعني رز، كلمه ايم يعني فراخ، نانجي تقريبا يعني لحمه. فانت تطلب اللي انت عايزه. في هنا عرب كتير يعني، الناس اللي بيتكلموا ورايا دول عرب. انا خلاص كده هصور لكم الصوره اللي احنا متعودين عليها بنهي بيها الفيديو. وانا لو جبت، تصدقوا نسيت اجيب اي حاجه حلوه، بس مش مشكله بقى، ممكن مش مشكله دلوقتي. يلا نصور صورتنا الجميله عند عند البرجير التوأم. بيجي ده كتير قوي يعني، لدرجه زهقت اللي انا اجي هنا. انا ما زهقتش قوي بصراحه، ما يزهقش من هنا كل يوم بجو، بس يعني باجي كتير. ارهق. هقفل بعديها الفيديو بقى خالص. يلا اوريكم الريفليكشن بتاع البرجين على المبنى ده. دي كأنه مراية. وده بنك، منظره برضو تحفة في التصوير. ده برضو جميل قوي. على فكرة المرة دي تخيلوا ان انا ممكن ما اقفلش كده وادخل معاكم الحديقة. انا عايز اعرف الحديقة بالليل بيعملوا فيها ايه. فيها ايه؟ في حديقة جوه كده، فيها نباتات وحركات كده مظبطينها، فممكن يكونوا بيعملوا عروض او حاجة. نشوف. طب خلينا بالكم في الباك جراوند عندي فيه اصوات. هنا في عرب كتير. انا سمعت مغاربة وسمعت
خارجيين.